تخيل معايا انت واقف في نص الليل، باصص فوق شايف القمر ضخم ومنور وكأنك قريب منه لدرجة تحس ان ممكن تمد ايدك تلمسه. المسافة بيننا وبين القمر حوالي 384 ألف كيلو متر. بالنسبة للفضاء دي مسافة تعتبر ولا حاجة. السؤال بقى، ليه لحد دلوقتي القمر موقعش علينا؟ ايه اللي ماسكه فوق كده؟ وهل دي صدفة ولا في حاجة أكبر بتحصل؟ في الحلقة دي هنغوص في العلم، وهنفتح باب الخيال، وهنحاول نفهم ليه القمر مش بيصطدم بالأرض، وإيه اللي ممكن يحصل لو اتغير. بس قبل ما نبدأ ياريت تدعم الفيديو بلايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. أول حاجة لازم نفهمها، كل حاجة في الكون بتشد بعض، حتى أنا وإنت، بس شد ضعيف جدا مش حاسين بيه. الأرض بتشد القمر، والقمر بيشد الأرض. طيب ليه ما بيقعش؟ هنا بقى يجي دور السرعة المدارية. القمر ماشي بسرعة حوالي 3683 كيلومتر في الساعة حوالين الأرض. السرعة دي بالظبط بتخليه يفضل يلف بدل ما يقع. تخيل إنك ماسك حجر مربوط بخيط وبتلفه حوالين نفسك. لو فضلت تلفه بنفس السرعة الحجر هيفضل في مداره، لو بطأت هينزل عليك. القمر في حالة توازن رهيبة بين الجاذبية اللي بتشده لينا والسرعة اللي بتخليه يهرب. واللي بيحصل كمان إن القمر مش بس بيتأثر بينا، إحنا كمان بنتأثر بيه. المد والجزر اللي بيحصل في البحر هو نتيجة شد القمر لمياه الأرض. التوازن ده حساس جدا، لو القمر أبطأ شوية هيقرب، لو أسرع شوية هيبعد. الموضوع ده مش بيحصل معانا بس، كل الكواكب عندها أقمار بنفس المبدأ. المريخ مثلا عنده قمرين، أحدهم بيبعد وأحدهم بيقرب، والمشتري عنده أكتر من 70 قمر بيلفوا حواليه بنفس الفكرة. إحنا محظوظين إن القمر عندنا واقف في نقطة التوازن دي، ولو اختلك حياتنا كلها هتتغير. الغريب بقى إن القمر بيبعد عن الأرض 3.8 سنتيمتر كل سنة. دي حاجة بسيطة، بس على مدى ملايين السنين فرق كبير. لو رجعنا بالزمن من 4 مليار سنة القمر كان قريب جدا، لدرجة إنه كان بيبان ضخم في السماء، وكان المد والجزر عنيف جدا. البعد ده بيحصل بسبب المد والجزر. المية وهي بتتحرك بتسحب طاقة من الأرض وتديها للقمر، فبيبعد شوية. المستقبل، بعد ملايين السنين القمر هيبعد لدرجة إننا مش هنشوف كسوف كلي تاني، هيبقى صغير ومش هيغطي الشمس كاملة. في ناس بقى مش مقتنعة بالكلام العلمي ده، وبيقولوا إن القمر مش جسم طبيعي. نظرية القمر الصناعي بيقولوا إن القمر اتبنى واتحط في مداره علشان يراقب الأرض أو يحافظ على توازنها. في اللي بيقول إن القمر أجوف من جوه، وإنه محطة أو سفينة عملاقة. وأساطير الشعوب القديمة كلها تقريبا بتدي القمر دور مهم، إله أو حارس أو حتى عين بتراقب. ولو فكرت فيها، القمر حجمه ومساره مهيأ تماما لدرجة إنه بيعمل كسوف مثالي، وده حاجة نادرة في الكون. لو القمر قرر يوم ما يغير مداره ويجي علينا، الموضوع مش هيبقى فيلم أكشن، ده هيبقى نهاية اللعبة فعلا. المد والجزر هيبقوا مجانين، والمحيطات هتغرق مدن كاملة، الزلازل هتشتغل والبراكين هتصور. لو قرب أكتر الجاذبية هتقطع القمر نفسه وتفتته، وهيعمل حلقات حوالين الأرض زي زحل، بس حلقات من الدمار. القمر مش مجرد حاجة منورة في السماء، ده جزء من توازن حياتنا. يمكن السؤال مش ليه القمر مش بيقع، يمكن السؤال ليه موجود أصلا بالشكل ده وفي المكان ده. في حاجات في الكون تحس إنها مترتبة بدقة مش طبيعية، ويمكن ده واحد منهم. اكتب لي رأيك تحت في التعليقات علشان أنا بقرأ كل كلمة بنفسي. ولو الحلقة عجبتك وحسيت إنك استفدت أو استمتعت، دوس لايك وشارك الفيديو مع حد بيحب الغموض والفضاء زيك. وما تنساش تشترك في القناة علشان لسه جايبين قصص وأسرار أكبر بكتير وأغرب بكتير.